الأستاذة ليلى المرنيسي رئيسة جمعية كفاءة مواطنة للتنمية. اليوم نظمنا حملة للتبرع بالدم بمؤسسة دار قرطبة سيليكتيفيداد. هذه المؤسسة اللي توجد لنا وليداتنا اللي كياخذوا البكالوريا وكيتوجهوا يكملوا الدراسات ديالهم الجامعيه في دوله اسبانيا. هذه الحمله التبرع بالدم اختصارنا لها قطره من دمك نبض لغيرك، بشراكه مع المركز الجهوي لتحقن الدم. وجات هذه الحمله تبعا للنداء المركز الجهوي لتحقن الدم اللي كيعرف واحد الخصاص كبير. الهدف ديالنا اليوم هو تعزيز او الرفع من مخزون هذه الماده الحيويه، باعتبار على ان هذا العمل عمل انساني قبل ما يكون واجب وطني، وهي فرصه باش اننا كنرسخوا في صفوف الطلبه وليداتنا هذا التضامن والتكافل والتآزر مع اخوتهم اللي في واحد الوضعيه حرجه. لاننا حنا الحمد لله يمكن حنا اليوم واقفين على رجلاتنا، ولكن كاين بزاف د الناس اللي في هذه اللحظه كاين اللي كيتعرض لحادثه سير، كاين نساء اللي عندهم يعني ديزيموراجي، كاين اطفال، كاين مرضى السرطان. المهم كاين مرضى خوتنا اللي كيحتاجوا لهذه الوحدات الدم. فرصه اني نقول جميع المؤسسات، والحمد لله هذا خير في المغرب كامل، وكاين واحد الثقافه الخير كبيره انهم يعلموا الوليدات، تولي هذا الثقافه انها تدرس داخل المؤسسات. وفرصه باش نشكروا جميع اللي شاركوا معنا في هذا النشاط، واللي كان بحضور السلطات المحليه ممثله في السيد باشا مقاطعه اكدال، وجميع الاطر سواء التربويه داخل المؤسسه، والاصدقاء ديالنا والمعارف كاين الله يجازيهم بخير. معكم مسيو كريم سكاكي، جو سي ديريكتور دو كاسا دي قرطبة دو سيليكتيفيداد دو فاس. اليوم واحد النهار استثنائي بكل المعايير، لانه عندنا واحد الحمله حاليا في المعهد، المقر تاع المعهد ديال التبرع بالدم. كنا باغيين واحد العدد قليل في الحقيقه، ساعه لقينا واحد العدد كبير نتاع الطلبه اللي كلهم باغيين يعطيو حتى هما الدم. هذه تدخل في اطار نتاع فهمتيني ديال الحملات اللي تتنظمها مره بعض الجمعيات وعلى رئاستها جمعيه كفاءه مواطنه. تنشكروا جميع الجمعيات لي زو ان جي كاع ديال المغرب، تنشكروا السلطات المحليه، وتنشكروا المواطنين وعلى راسهم الطلبه ديالنا الحمد لله اللي طوعوا وعطاو الدم تا هو. وهذه تدخل في اطار التربيه ديال وليداتنا، ماشي شي حاجه جديده علينا، وليدات واجدين الحمد لله، كل ما احتاجهم الوطن تيلقاو راسهم واجدين الحمد لله. واش تتكلموا على اعطاء قطره تاع الدم، هنايا تتكلموا بواحد لغه انسانيه، لان النهار اللي تنحتاجوا الدم ما تنعرفوش منين جانا الدم. داكوغ، هنا تتكلموا بانسانيه بعيده على الديانات، بعيده على الايديولوجيات، بعيده على السياسه، بعيده على الاقتصاد، تندخلوا في اطار انساني. ما تعرفش شكون اللي يعطيك الدم، واش يهودي ولا مسلم، واش طويل ولا قصير، واش غني ولا فقير ولا هذا هو. دونك تنتكلموا بواحد العطاء انساني. Buenos días a todos y a todas. Estoy muy orgullosa por lo que habéis hecho esta mañana. Ha sido un placer. Gracias. علي عزوزي، طالب في المعهد ديال كازا دي قرطبة. اللي بغى يجي يتبرع راه عمل خيري، فهمتي؟ يدخل الشباب والشابات. الا كان يمكن لك تبرع اجي تبرع، راه ما فيها بس، راه اقل حاجه غديرها وغتفيد الناس بزاف. وشنو بغيت تقول مع المنظم وجميع المنظمه والاطر ديال المركز الجهوي لتحقن الدم بفاس؟ بغيت نشكرهم حيت عطاو لنا الفرصه باش نتبرعوا بالدم ديالنا، وعطاونا جميع الامكانيات باش نتسهل علينا هذه المأموريه.